السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نستهلها بالعناوين. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالب وطالبة. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. المجلس المركزي لجامعة المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. هجمات متزامنة ضد الجيش في مالي. الصين وروسيا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة. تركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. أهلا بكم. خرجت مدرسة أسمر الفنية اليوم الخامس من يوليو 136 طالب وطالبة، بينهم 39% من الإناث، بعد إكمالهم دراسة استمرت لعامين في عدد من التخصصات الفنية والمهنية، شملت صيانة المركبات والإنشاءات العامة والنجارة والإلكترونيات والأعمال الكهربائية وأعمال الحداد العامة. وخلال حفل التخرج ال65 أكد مدير المدرسة الأستاذ سمر وردة ثقته في قدرة الخريجين على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة وطنهم وشعبهم، داعيا إياهم إلى التحلي بإخلاص وانضباط. من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم الأستاذ تسفاي سيوم أن الحكومة واصلت الاستثمار في تطوير المدرسة من خلال تزويدها بآلات ومعدات حديثة ومتطورة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، داعيا الخريجين إلى أن يكونوا نموذجا في التفاني والإنتاجية في مواقع عملهم. وأكدت ممثلة الخريجين أن يوم التخرج يمثل بداية لتحمل مسؤولية جديدة، مشيرة إلى التزام الخريجين بأداء واجباتهم بروح وطنية عالية والإسهام في مسيرة التنمية. كما عبر عدد من الخريجين الذين التقتهم وكالة الأنباء الإرترية عن امتنانهم لأسرهم ومعلميهم، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالثقة الممنوحة لهم. وشهدت المناسبة تكريم الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج في مختلف التخصصات. يذكر أن مدرسة أسمر الفنية التي تأسست عام 1954 خرجت على مدى 72 عاما أكثر من 10,000 مهني التحقوا بمختلف قطاعات العمل والإنتاج في البلاد وفقا لسجلات المدرسة. أعلن مركز الشتول في مديرية حلحل عن استكمال تجهيز نحو 370 ألف شتلة تضم أكثر من 180 ألف شتلة من الأشجار المستوطنة. وأوضحت مديرة مركز الشتول السيدة حنان سعد أن الشتول الجاهزة تشمل أشجار الزيتون والكاليتوس، مشيرة إلى أنها ستوزع لزراعتها في مديريات حلحل وأسماط وحمل وكرن، إلى جانب غرسها في مجاري المياه والمدارس ودور العبادة والمنازل. وفي سياق متصل، نظمت هيئة الغابات والحياة البرية برنامجا تدريبيا عمليا استهدف أعضاء وزارة الزراعة والعاملين في الهيئة بمديريتي حمل وحلحل، وذلك بهدف رفع كفاءتهم في تنفيذ أعمال التشجير ورعاية الشتول. وأكد ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة سيد كسد تسفاسين أن هذا التدريب يأتي في إطار الاستعدادات لانطلاق حملة التشجير التي سيقودها الطلبة خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في إنجاح جهود التنمية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. عقد المجلس المركزي لجمعية المعلمين اجتماعه الدوري الثاني يومي 3 و4 من يوليو في العاصمة أسمر. واستعرض مسؤولو الجمعية في الأقاليم ومقرصة والمكاتب المركزية تقارير أنشطتهم وتبادل الخبرات. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ سمؤان محاري بأن الاجتماع يهدف إلى تقييم دقيق للتقارير المقدمة وتقديم توصيات من شأنها تعزيز العمل المشترك في المستقبل. وعقب المناقشات شدد المشاركون على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين واحتياجاتهم، والعمل المنسق لتنفيذ الخطة الموضوعة بفعالية وإجراء برامج تدريبية منتظمة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين.
وأصدر المجلس المركزي توصيات تهدف إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي لتنفيذ رؤية الجمعية وبذل جهود جادة لتحسين جودة التعليم من خلال تعزيز القدرات المهنية للمعلمين وتوسيع مباني المدارس وترميمها لخلق الأرضية الملائمة للعملية التعليمية. وكان المجلس المركزي لجمعية المعلمين قد أعد خطة عمل خمسية خلال اجتماعه الأول في شهر نوفمبر 2025. تم توزيع دعم مالي بقيمة 48 ألف نقف على أسر الشهداء في مديرية قلعلة، وذلك من المساهمات التي جمعها موظفو الحكومة في المديرية لدعم ورعاية أسر الشهداء. وأوضح مدير المديرية السيد حقوس هاب تماريام أن ترسيخ ثقافة التكافل والاهتمام بأسر الشهداء يشهد تزايدا مستمرا، مبينا أن المبلغ جرى توزيعه على 8 أسر من أسر الشهداء في منطقتي دندرو وإنقلعيلة. يذكر إلى أنه سبق توزيع 42 ألف نقفة جمعت بمبادرة من موظفي فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر على 7 أسر من أسر الشهداء في إدارة ضاحية بويا بإقليم شمال البحر الأحمر. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة في شمال مالي بين الجيش الحكومي وجبهة التحرير أزواد المتمردة، وذلك بعد أن أطلقت الأخيرة هجوما متزامنا ضد عدة مواقع للجيش من أجل ما سمته تحريرها. الهجوم الذي انطلق في الساعات الأولى من صباح السبت توسع ليشمل عدة مدن ومواقع مهمة في شمال ووسط مالي، بالإضافة إلى مدينة أنفيف من أبرزها مدينة أجل هوك، حيث توجد مواقع عسكرية حساسة ومهمة. كما استهدف الهجوم مدينة غاو أكبر مدن شمال مالي وأهمها من الناحية الاقتصادية والسياسية، والتي تعرضت لقصف بالصواريخ وإطلاق نار على معسكر عسكري. وبعد ذلك تعرضت مدينة سيفاري في وسط مالي لهجوم عنيف هي الأخرى بدأ بإطلاق نار ثم انفجارات هائلة. في بيان صحفي أكد الجيش المالي وقوع هذه الهجمات وقال أنه تم صد جميع الهجمات بكل حزم وقوة، وتستمر حاليا عمليات التمشيط البرية والجوية، كما أن الوضع مستقر وتحت السيطرة في جميع المواقع التي تعرضت للاعتداء وفق نص البيان. قالت الصين إن قواتها البحرية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في المياه والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة تشينغداو الصينية هذا الشهر دون تحديد تاريخ معين. وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان: عقب انتهاء التدريبات ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادئ للقيام بدوريات بحرية مشتركة. وقبل أكثر من أسبوع قالت وزارة الدفاع الصينية أن سلاحي الجو الصيني والروسي نفذا دورية جوية استراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغربي المحيط الهادي لإظهار عزمهما وقدرتهما على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ولطالما أثارت التدريبات العسكرية الصينية الروسية قلقا في الغرب والدول المتحالفة معها في المنطقة، إذ كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أوروبيين ووثائق أن البلدين أجريا تدريبا عسكريا سريا شارك فيه بشكل مباشر 4 جنرالات روس وصينيان على الأقل. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شريف عقب مباحثات ثنائية وأخرى موسعة في اسطنبول إن بلاده ستواصل العمل والتضامن مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة. وأوضح أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا رغبة تركيا في توسيع التعاون مع باكستان في مجالات الطاقة والنقل والمعادن الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد شريف حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات. قال تحالف أوبك بلاس في بيان إنه اتفق على زيادة جديدة في أهداف إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس القادم.
ومن شأن القرار ضخ المزيد من الإمدادات في السوق العالمية في وقت تتراجع فيه أسعار النفط مع الاستئناف التدريجي لصادرات النفط عبر مضيق هرمز. واتفق التحالف خلال اجتماع عبر الإنترنت على زيادة حصص الإنتاج 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس القادم، بخلاف زيادات مماثلة أقرت لشهري يونيو ويوليو. ورفع 7 دول رئيسية في التحالف حصص إنتاجها بين أبريل ويوليو بنحو 800 ألف برميل يوميا، ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وشركاء منهم روسيا. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالب وطالبة. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. هجمات متزامنة ضد الجيش في مالي. الصين وروسيا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة. تركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.